كثير من الناس يكون عندهم خدام يخدمونهم كأجراء، سواء كان خادما أو خادمة بأي شكل من الأشكال. قد يكون سائق، قد يكون خادمة، طباخ، طباخة. هذه الوظائف الموجودة المنتشرة في كثير من بيوت الناس تحتاج منا إلى التفكير في حسن المعاملة وفي كيفية التعامل معهم على حسب ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس ربما بمفهوم خاطئ حتى للدين، ربما إذا كان هذا الأجير أو هذه الخادمة غير مسلمة يعتقد أنه من حقه أن يسيء وأن يضرب وأن يؤذي باعتبار أن هذه غير مسلمة، وهذه مصيبة لتشويه أصلا فكرة الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لنا: إخوانكم خولكم، لهم عليكم طعامهم وشرابهم وكسوتهم وألا تكلفونهم فوق ما يطيقون. هذا أدنى الأحوال، أن الإنسان لابد أن يعطي الخادم حقه في الطعام وفي الشراب وفي الكسوة، وكذلك أن لا يحمله فوق طاقته من الأعمال. جاء الصحابي يسأل رسول الله: يا رسول الله، كم أعفو عن خادمي؟ لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الخدم، وكان دائما يوصي بالإماء وبالمماليك وبالخدم. قال: كم أعفو؟ كم مرة أعفو عن الخادم؟ كم الإنسان يتصور؟ مرتين، ثلاثة، 5 مرات في الشهر، في الشهرين، في كم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. لو تصور اليوم الخادمة غلطت في الطبخ، كسرت صحن، وما قفلت الباب، وما عملت كذا وما عملت كذا، ما أظن أنها تصل إلى 70 مرة. حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم فإن لها آجالا كآجال بني آدم. يعني أحيانا الخادمة كسرت صحن أو شيء من الزجاج أو الفخار في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي انكسر له أجل مثل آجال بني آدم. خلاص انكسر قدر الله سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان إذا أراد الإحسان، إذا أراد أن ربنا يرحمه، ينبغي له أن يعفو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: 3 أنا خصمهم. من هؤلاء ال3 الذين الله سبحانه وتعالى خصمهم: رجل استأجر أجيرا ثم لما قضى عمله لم يوفه أجره. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي يستعجل. بعض الناس اليوم يؤخر الراتب للسائق أو للخادم أو للعامل بحكمة أو بعلة أنه عشان أمسكه من يده، عشان ما يهرب علي، عشان هذه كلها علل غير مقبولة، لأن فيها تأخير أجرة لإنسان يستحق هذه الأجرة. فتأخير كل يوم هو من الظلم، ما دام أن الإنسان يستطيع أن يعطي فلا يعطي. إذا رأينا الخدام الذين كانوا يخدمون رسول الله كيف حالهم؟ كان حالهم طيب في معاشهم، كانوا بعد رسول الله صاروا كلهم علماء. أنس بن مالك صار عالما من أكابر العلماء. نحن اليوم لو واحد تصور الخادمة أو الخادم الموجود عندنا يمكن 10 سنين ما علمناه كلمة، ما جبنا له كتاب، ما جبنا له شريط، ما دخل. مثلا ممكن الخادمة كانت ممكن تتعلم لو دخلناها مدرسة، أو سائق لو ربطناه بعلم، سواء علم دين أو علم دنيا. أنس بن مالك صار عالم من كبار العلماء. ابن مسعود صار من أكبر 6 فقهاء في الصحابة، وكان خادما يحمل نعال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قام يوم يقطع للنبي صلى الله عليه وسلم عود من شجرة الأراك سواك فانكشفت ساقه. ابن مسعود كان قزم على قولهم، يعني كان قصير جدا ونحيل الجسم جدا ابن مسعود، لكنه كان عند الله عظيم. لما صعد إلى الشجرة جاءت الريح فكاد يسقط، وكادت الريح أن تطيره، فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ على إيش تضحكون؟ قالوا: على صغر ساقه. قال: إنها عند الله أعظم من جبل أحد. نحن اليوم نرى يمكن المرأة لما تجلس مع صاحباتها تجي الخادمة تقعد تتكلم وتحش على الخادمة، أو تستهزئ أو تسخر من الخادمة لما تدخل عليها. يمكن الرجل منهم يأتي السواق يقول: يا فلان، أو يرميه بكلمة أو يهزأ
به أو بوجهه أو بشكله أو بجنسيته أو بلهجته أمام أصحابه، يجلس يضحكوا بينهم البين على فلان. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن الصحابة يضحكوا على نحل ساقي خادمه بن مسعود، ودافع عنه وأعطاه منزلة كبيرة في الشرف وفي المكانة عند الله سبحانه وتعالى، حتى آخر حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آخر حياته، آخر الوصايا التي كان يوصي بها: أيها الناس، وهو في مرضه خلاص قريب من الموت، يقول: أيها الناس، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يتذكر كل واحد منا أن الله سبحانه وتعالى جعله اليوم في هذا المكان وجعل عنده خادم، يمكن أن يكون غدا هو الخادم وفوقه سيد، فكيف يحب أن يتعامل؟ عامل خادمك كما تحب لو كنت أنت خادما عند مخدوم، كيف تحب أن يعاملك هذا المخدوم. ستعرف لماذا رسول الله أشفق عليهم، وستحس بالإحساس الحقيقي الذي كان يحس به رسول الله، لأن قلبه عنده إحساس مرهف، عنده رحمة عظيمة جدا، كان يحس بهؤلاء الناس وكان يشفق عليهم أعظم الشفقة. هذا تعليم متبوعنا وإمامنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.